السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم بسمة أمل. اليوم راح نشارك معكم حلوى من أروع الحلويات الجافة اللي تقدري تعمليها في هذا الشتاء. حلوى اقتصادية سهلة التحضير وتخرج لك كمية كبيرة. بصراحة من أطيب الحلويات اللي عملتها، بزاف بنينة والشكل ديالها راقي جدا. حتى بالنسبة للمبتدئات يمكنهم يعملوا هذه الحلوى بكل سهولة وراح تنجح معاهم إن شاء الله. تابعوا معايا الفيديو الاخير ان شاء الله ينال اعجابكم. نبداو بسم الله على بركه الله. المقادير وطريقه التحضير: جبت اناء، حطيت عليه 250 غرام تاع مارغرين على درجه حراره المطبخ، ضفت عليه 2 ملاعق كبار من الزيت. هنا ضروري الزبده تكون طريه باش تنجح لكم الوصفه. ضفت عليه 2 صفر بيض، والبياض راح نحتفظ به للتزيين، ونضيف عليهم 2 ملاعق كبار تاع العسيله، اي العسيله تقدري تستعمليها. ضفت 4 ملاعق كبار تاع ماء زهر، وملعقه صغيره مملوءه فانيلا، ممكن تستعملوا حتى فانيلا سائله. نخلط كل المكونات مع بعض بالفوي، او ممكن حتى تستعملي الباتور حتى تذوب لنا هذيك الزبده، ونتحصلوا على خليط يكون كريمي. هنا نضيف كاس الا ربع سكر ناعم، السكر يكون على حسب الذوق، ممكن تستعملي كاس كومبلي. اما اذا كان حابه تعسلي هاد الحلوى اعملي ربع كاس. هنا نضيف عليها كاس الا ربع تاع كاوكاو محمص ومطحون، ونكمل نخلط المكونات بالفوي بهذه الطريقة. هنا نضيف كاس تاع الفرينة ونصفيه. بالنسبة للفرينة دايما نقولكم على حسب النوعية، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش، وانا في هذه الوصفة ان شاء الله راح نعطيكم مقادير مضبوطة، ودايما نعتمد على وصفاتي بالفرينة سيم. هنا ضفت الكاس الثاني تاع الفرينة، نضيف كيس تاع خميرة كيميائية او لا ليفور شيميك، وزن الكيس يدير 10 غرام. هنا راح نضيف الكاس الثالث تاع الفرينة، وانتم تبعوا المقادير خطوة بخطوة، وان شاء الله تنجح لكم الوصفة من اول تجربة. نضيف الكاس الرابع تاع الفرينة لكن بالتدريج. درك نحاول نجمع العجينة. هنا تردوا بالكم ما لازمش تغلبكم الفرينة، لانه احنا رانا حابين تحصلوا على عجينة طرية وماشي يابسة. هذا هو سر نجاح اي حلوى جافة، حتى الحلويات الاخرى كما الصابلي. هنا راني نشوف العجينة مازال ما طمتليش، نزيد حوالي نص كاس لكن بالتدريج. في المجموع عملت 4 كيسان وربع تاع الفرينة باش تحصلت على عجينة طرية. هذه هي العجينة اللي تحصلنا عليها، شوفوا ما شاء الله جات طرية. تخلوها ترتاح لمدة 10 دقائق، نغطيوها بكيس بلاستيكي. هنا خديت 2 بياض بيض اللي كنت احتفظت بهم من الاول، وضفت عليهم ملعقة صغيرة تاع فانيلا. نخلط مليح البياض، راح نزين به الحلوى تاعنا.
من جهة خديت كمية تاع الكاوكاو كونكاسي، وهنا الكاوكاو ما حمصتوش لانه راح يطيب مع الحلوى. هنا راح نعمل 2 اشكال تاع الحلوى بعجينة واحدة. الشكل الاول نعملهم صبيعات، والشكل الثاني راح تشوفوا المول اللي راح نستعمله يخرجوا منقوشين. هنا ننصحكم تستعملوا البانسو باش تجيكم الخدمه نقيه. ندهن الحلوى ديالي ببياض بيض ونرمدهم في الكاوكاو، حتى ممكن تستعملوا اللوز. هنا تقدري تستعملي الميزان باش حبات تاع الحلوى يجوا كامل متساويين. نكمل الكميه اللي بقات لي ونعاود نرجع لكم فيما بعد، خليكم معايا. بعد ما كملت النوع الاول تاع الحلوى وانا كنت شاحت الفرن على درجة الحرارة 160، نقص على الفرن باش يطيبوا على خاطرهم وياخذوا اللون الذهبي. بالنسبة للنوع الثاني تاع الحلوى شكلهم دائري، وانا جبت هذا المول اللي كنت استعملته من قبل في وصفة المقروط. نضغط عليه ضغطة خفيفة ونخبط المول غير بالعقل باش نحصلوا على هذا الشكل الرائع. نفس الشيء نطيبهم على درجة حرارة 160، ما نخليهمش يتحرقوا، ياخذوا اللون الذهبي، ونعاود نرجع لكم في الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا تاع اليوم. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاعنا تاع اليوم اللي هي حلوى جافة او جاتو سك. وانا كي طلعتهم من الفرن خليتهم يبردوا ورشيتهم رشة خفيفة بالسكر الناعم. هنا التزيين يكون اختياري، حتى تقدري تعملي خطوط بالشوكولا، تقدري حتى تعسليهم لكن تنقصي السكر. حلوة بزاف بنينة، تقدري تقدميها في القهوة او لاتاي، تذوب في الفم، اقتصادية والشكل ديالها راقي، تحضريهم بكل سهولة وبكمية لا باس بها. حلوة طرية تتقسم بكل سهولة. شوفوا هذا الشكل الثاني تاع الحلوى ما شاء الله كيفاش خرج. وانا زينتهم بحبات تاع الجوز بعد ما دهنتهم بشويه تاع توفيه كراميل. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه، على بالي راح تعجبكم. نتمنى تبارطاجيو هذه الوصفه مع كامل حبابكم. اذا حبيتوا نعمل لكم اي وصفه ما عليكم غير تكتبوا لي في لي كومونتير، وانا ان شاء الله راح نلبي طلباتكم. اذا كنتم اول مره تشاهدوا قناتي لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر المنبه ليصلكم كل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في الوصفات الجايه. مع السلامه، في امان الله. سلام.